ابطال سنه تانية الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. قولوا لي في كومنتات، كنتوا صايمين النهارده ولا لا؟ عرفوني بسرعه. احنا ناس كبار وشاطرين وبنصوم طول شهر رمضان. تعالوا بقى اقول لكم النهارده الفرق بين التاء المربوطه والتاء المفتوحه. بسم الله هنبدا، يلا بينا. عندنا التاء المربوطه ليها كام شكل؟ ليها شكلين كده، متصله او منفصله. طب التاء المفتوحه اهي، ده شكلها. طيب مس اسماء، لا ده بتيجي في اول الكلمه بيبقى شكلها كده كده، في الوسط شكلها كده، في الاخر كده او كده. خد بالك، دي مش شكلها، دي المواضع بتاعتها. يعني لو اتحطت في اول الكلمه بكتبها كده، في نص الكلمه كده، في اخر الكلمه كده او كده. صح ولا لا؟ صح. طب عندي، بص ركزوا معايا كده وانا بقرا. بقره، قطه، سمكه. طب بصوا هنا، بنت، زيت، كتكوت. ماشي. ليه بقى يا مس اسماء انت نطقتي التاء المربوطه كده وليه نطقتي التاء المفتوحه كده؟ علشان قال لي ان التاء المربوطه بتيجي في اخر الكلمه، اللي هي بتكون اسم، عمرها ما تيجي في اخر الفعل ابدا. وبتنطق هاء عند الوقف وتنطق تاء عند الوصل. يعني لما انا بنطقها لوحدها بنطقها هاء، زي ما انا ما قلت ايه، بقره. طب لو انا قلت، لو جيت احط جوه جمله بقى، ساعتها بنطقها تاء. زي هو بص كلمه حديقه، وهنا حديقه المدرسه. شفتوا هنا نطقتها ايه؟ نطقتها تاء. طب التاء المفتوحه بقى تاتي في اخر الكلمه مع الاسم والفعل، وتنطق تاء عند الوقف والوصل. يعني وقفت عليها منطقة تاء، وما وقفتش عليه وكملت الجملة منطقة برضو ايه؟ تاء. بنت، بيت، حوت، ذهبت، كتبت. طب انا مش اسماء، اصلا المفروض ان انا ازاي افرق بين التاء المربوطه والتاء المفتوحه؟ عندك حل من الحلين. اول حاجه، اما تزود كلمه كمان، يعني هنا مثلا ايه، بدل حديقه قلت حديقه المدرسه. بص قلت حديقه اتنطقت ت. طب هنا بنت، بنت، بنت جميلة. شفت ما اتنطقت ايه في الحالتين؟ خلاص انت عرفت. يعني انت بتشوف لما زودت كلمة عليها اتنطقت ايه، طب لوحدها برضو بتتنطق ايه. طيب مس اسماء، في طريقة تانية احط عليها سكون، اللي هو برضو نفس الكلام، ان انت لو وقفت عليها. اتفقنا؟ طب اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. هنا مسطرة، مسطرة، اللي هي مسطرة، معلش. يعني احنا هنختار التاء المربوطة بس مش الشكل ده، نختار اللي هو الشكل ده، مسطرة. طيب بصوا معايا، انا ليه عرفت كده ان هي بالتاء المربوطة مش بالهاء؟ علشان قلنا ان التاء المربوطة بتنطق هاء عند الوقف. مسطرة، ها. بيت، تاء مفتوحة. قصة، تاء مربوطة. سلسلة، تاء مربوطة. ساعة، تاء مربوطة. قالت، بص نطق التاء، تاء مفتوحة. مركبة، تاء مربوطة. ها. ليلى، نطقت ايه؟ برافو عليك، هاء. شاشة، بص ما دام نطقت هاء بكتبها تاء مربوطة اهو. طبعا لسه لو عايز تعرف ايه الفرق بين التاء المربوطة والهاء لسه هيجي الدرس ده، ما تقلقش. طب هنا شجرة اهو، تاء مربوطة. ذهبت، تاء مفتوحة. زرافة، تاء مربوطة. طب هنا بحيرة اهو. شعلة، بص خد بالك ان لما احط عليها تنوين بتتنطق ايه؟ بتتنطق تاء مربوطة اهو. شعلة، زيت. طب هنا يقف العصفور على الشجرة. يرتفع العصافير صوت بالتاء المفتوحة. هذا صغير، كت يعني كتكوت. يعيش الأسد في الغابة. هذه جميلة، هذه بنت جميلة.
بيقول لك احدد نوع التاء في الكلمه دي، اذا كانت التاء مفتوحه ام تاء مربوطه. هديه مربوطه، حشرات مفتوحه، بقره مربوطه، ساعه مربوطه. طب عندك هنا بيقول لك برضو انت واكتب الكلمه في المكان الصحيح. عندك هنا الصور دي المفروض هتنطقها وتكتب في المكان الصحيح. عندك زي كلمة كوت، عندك قطة، نجمة، حوت، هدية. طب دي صورة توت. دي عندك بقى هنا حروف انت هتكون منها كلمات تنتهي بالتاء المربوطة او التاء المفتوحة او الهاء. عندك هنا نفس الكلام. هسيب لك ده واجب علشان دلوقتي برضو والصفحة دي والصفحة دي وهحلها معاكم على صفحة يلا تأسيس على الفيسبوك، علشان اقول لك برضو دلوقتي كتابة لافتة. هو يعني ايه لافتة؟ قال لك اللافتة هي جملة قصيرة مكتوبة على ورق أو لوحة لتوجيه الناس. أنا بقول لهم على حاجة معينة، بقول لك التدخين ممنوع أو ممنوع التدخين. ده لافتة بكتبها. في لافتة كانت طالعة اليومين دول، كان معمولة كده مكتوب صلي على النبي، وكانوا عاملين الإشارات كده. أهي دي لافتة. دي لفتة سنة أولى عليها أفضل الصلاة والسلام. سنة تانية معذرة. اللافتة إن حاجة بتشد انتباهك ويبقى فيها معلومة أو فيها حاجة خلاص أنت تستفيد منها، تلفت انتباهك أصلا. زي هنا مثال: الصدق نعم الخلق. الصدق نعم الخلق. ماشي. نراعي عند كتابة اللافتة. المفروض اراعي ايه؟ انا بكتب اللافتة لمين؟ لمين بكتب اللافتة؟ للطلاب ولا للمعلمين؟ يعني مثلا هكتب للطلاب لا ترمي القمامة في المقاعد. ماشي. او حافظ على النظافة، النظافة من الايمان مثلا. المعلمين ممكن اكتب لهم لافتة تانية، هل اقول لهم حافظ على النظافة، ولا اقول لهم مثلا ايه لا تتأخر على عملك او علقتها في المدرسة. طب كيف اقول بقى؟ اقول ايه؟ المفروض ان انا اقول عليك او التزم او الزم او من فضلك، باي طريقه من التلاته عادي. طب مش اسمها هنا الصدق نعم الخلق؟ ما كانش كده عادي، هنعرف بعدين. طب ماذا اطلب فيها؟ اطلب الحرص او التجنب او عدم الفعل. احرص على الحاجه او اتجنب حاجه معينه او ما اعملهاش. طب اين تعلق؟ زي ما انا ما قلت لكم اليافطه دي كانت متعلقه في الشارع، يبقى ممكن اعلقها في الشارع او في المدرسه او في المكتبه. طب يلا نشوف. نقط: تضع القمامه في السله. المفروض اقول ايه؟ يجب ان تضع القمامه في السله. احرص على نقط فانها غذاء العقل. احرص على القراءه. لسانك لتسلم. احفظ احفظ لسانك لتسلم. لا تلقي الورق في الفصل. من فضلك لا تلقي الورق في الفصل. بصوا معايا، دي تدريبات سهلة جدا جدا جدا. تعالوا هنشوفها مع بعض. اكتب لافتة واحدة عن الرياضة أو القراءة أو النظافة. اكتب لافتة يعني كل واحدة اكتب عليها كلمة. حافظ على القراءة كل يوم. أي حاجة مفيدة. ممكن اكتب على النظافة: النظافة من الإيمان. طيب بالنسبة للرياضة ممكن أقول العقل السليم في الجسم السليم. معذرة على الخط بس الكتاب بعيد عني جدا. طيب بيقولك اكتب لافتة لا تزيد عن 10 كلمات اطلب فيها من زمايلي ان انا احافظ على نظام الفصل. حافظ على نظافة فصلك، فالنظافة من الإيمان. أو ممكن أقول على طول النظافة من الإيمان.
ماشي. الباقي كله تدريبات سهله جدا جدا، هستناكم تحلوها عشان يبقى عندك كمان صفحه 47 واجب وصفحه 48 واجب، علشان ناخد درس الجاي باذن الله القطه والمطر سوا. بس كده يا حلوين، وبكده نكون خلصنا الحصه بتاعت النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت عشان يوصلك كل جديد. باي باي.